انا دلوقتي رسمي معايا شنطتي ونازل من البيت رايح ازور اكبر عدد ممكن من الدول الاوروبيه في 4 ايام. الفكره ان ازاي اوصل للمدن الاوروبيه ديت باسهل طريقه وباقل التكاليف. هنكتشف مع بعض الطرق والفنادق والمواصلات والحدود وكل الحاجات اللي انت عايز تعرفها لو انت مسافر اوروبا بالعربيه. خليك معايا، مفاجآت كتير ويلا بينا. لحظه. هو المفروض هنا يا جماعه ان احنا بنشتري التيكت ديت المفروض ان هي للهاي واي بتاع الطريق المدني. لا يا عمر ما تهزرش بالله عليك. لا بص اليوم هيبوظ يا صاحبي، انا مش عايز اتبل. خلي بالك ده الدنيا بتمطر يا معلم. خلي بالك دي تعتبر من اسوأ الحاجات اللي انت ممكن تعملها. اول ما مسكنا الطريق الهاي واي الدنيا مطرت يا زلمه. ميه نقيه جدا. انت شايف اصلا الاسماك وشايف الخضره اللي تحت، شايف كل حاجه تحت، شايف القاع. خلي بالك كده الراجل دوت هينام معايا في نفس السرير، هتبقى حاجه صعبه جدا بصراحه. بس هسيب اللي حط حاجز. عايش يا جدعان، اصل هو عمر هاف سيريان هاف هنجاريان فبيغير على المجر شويه. تجربه انك انت تمشي بسياره او انك انت تاخد العربيه بتاعتك وتطلع على دوله اوروبيه ما تقابلش حدود وتمشي وتشوف الجمال ده كله، تجربه بجد تحفه جدا وما كنتش اتوقع انها تكون بالجمال ده.